هذا فندق في 3 فنادق في المنطقة هذه، كلها غابات، يعني كأنك تسكن الغرف يعني ما هي جنب بعض، كأنك في الغابة ساكن يعني. قدامي في غرف كان، الآن بروح للغرف اللي لحالها مستقلة في جوة الغابة. تخيل هذا الطريق في الليل كيف حيكون مع اللمبة هذه والشلال. اليوم الجو مطر. شوف هذه غرفة مع تقدر تشارك فيها ناس، في غرفة ثانية هناك، وفي غرفة ثالثة هناك. هذه غرفة في وسط الغابة طبعا. أنا بروح أشوف الغرفة الثانية. الفندق مشهور، هو باك بكر YHA. يا أخي يحسسوك إنك عايش كذا في غابة. شوف الموية. هذه طريق غرفة نروح نشوفها. هذا البيت أكبر، إذا معك عائلة مجموعة 7 أشخاص أو شيء يكون أفضل. طبعا ميزة نيوزيلندا ما فيها شيء مفترس، يعني ما تخاف من ثعابين، عقارب، أفاعي، ذئاب، ما في شيء مفترس أبدا. أمورك. شوف طلعت الغرفة كيف. بشرح لكم شرح مختصر. هذه بونكاكي، المنطقة اللي فيها صخور بركانية اللي كنت فيها هنا، قدامها كافي مركز معلومات. تمشي 800 متر تحصل. طبعا القرية فيها مطعم وفيها عدة فنادق. لعديت القرية حتحصل المنطقة اللي أنا فيها الآن، وفيها ال3 فنادق، وفيها من ضمن الفندق اللي اسمه واي. بعد القرية اسمها تيامايكو، فيها الوايت شيل باك بكر اللي أنا فيها الآن. بس بعد القرية تعدي الجسر وتروح إن شاء الله تحصل على. طيب هذه الورقة الموجودة في كل قرية، لو قلبتها يعطيك الفنادق والأماكن وكل المعلومات السياحية. يعني هذا شرح مختصر. هذه المنطقة اللي فيها الصخور البركانية، وهذه القرية اللي فيها المطاعم والفنادق، وأنا هنا. سألت عليش، طبعا اسم الفندق والمنطقة كلها على اسم البومة اللي هنا. طبعا يقول هنا كثير تشوف. طبعا الفندق والمنطقة موجود فيها حاطين صور البومة على قماش، صور رسم، صور معلقة، مجسمات. سألت اللي في الريسبشن ليش أشوف البومة هنا في كل مكان، قالوا لي لأنك حتسمع صوتها دائم هنا، وفي صح في صوت برا ظاهر. يقول لي حتشوفها بالليل بكثرة يعني في المنطقة.